يسعد مساكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ طبعا منصة جديدة عم تنهار بعد انهيار منصة اف تي اكس، وتداعيات منصة اف تي اكس عم نشوف اثارها الى حد الان بانهيار جديد لسوق العملات المشفرة وانهيار جديد لمنصة جديدة. طبعا كمان رح نتكلم عن المنصات القادمة المتوقع انه تنهار حسب المقالات والصحف. خليكم مع اصدقائي لبعد الانترو حتى تشوفوا اخر اخبار الكريبتو. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. خليكم معنا لبعد الانترو. أعلنت اليوم منصة بلوك فاي أصدقائي عن تقديم طلب للإفلاس حسب القانون الأمريكي على الفصل 11. أعلنت بلوك فاي رسميا عن إفلاسها حاليا في ديون على منصة بلوك فاي بقيمة 10 مليار دولار. طبعا أصدقائي شو المنصة القادمة في الانهيار؟ أنا بتوقع شركة جينيسيس تكون الشركة القادمة في انهيار الشركات أو في مسلسل انهيار الشركات. أعلنت منصة جينيسيس إنه إذا ما بتجمع مليار دولار راح تعلن إفلاسها، وانهيار جينيسيس راح يكون أصعب من انهيار منصة اف تي اكس، وطبعا ممكن ينزل بيتكوين بسبب انهيار هاي المنصة إلى 10,000 دولار أو 12,000 دولار. طبعا شركة جينيسيس هي شركة تابعة للشركة الأم اللي هي شركة ديجيتال كرنسي جروب، أو مثل ما معرف عليها شركة دي سي جي أو شركة ديجيتال كرنسي جروب. طبعا هاي الشركة عندها عدة شركات، أهم شركة جراي سيكل، وعندي كمان شركة جينيسيس وكوين ديسك الخاصة بالأخبار. هدول المنصات كلها تابعة لشركة ديجيتال كرنسي جروب. حاليا من المتوقع انهيار منصة جينيسيس، وإذا انهارت منصة جينيسيس طبعا راح نشوف أزمة كبيرة في سوق العملات المشفرة. لكن منصة جينيسيس عم تطمن مستخدمينها وعم تقول نحن بعيدين حاليا عن الانهيار. لكن هذا الشيء نفسه صار مع منصة اف تي اكس قبل الانهيار. كمان اعلنت منصة اف تي اكس انه هي بعيدة عن الانهيار، انه هي حاليا منصة اف تي اكس بالامان. لكن بعد يومين ولا ثلاثة شفنا انهيار كبير بمنصة اف تي اكس وافلاسها. حاليا نفس السيناريو عم نمر فيه مع منصة جينيسيس. طبعا حتى تنجو منصة جينيسيس من الانهيار لازم تجمع تقريبا مليار دولار. الى حد الان مجمع منصة 400 مليون دولار، وعندها طلب اقتراض من منصة بايننس، يعني قدمت طلب لمنصة بايننس حتى تقوم منصة بايننس بإقراضها حتى تنجو من هاي المشكلة أو هاي الأزمة اللي عم تمر فيها هاي الشركة. طبعا شو بالنسبة للبيتكوين أصدقائي، طبعا كنا قبل الانهيار منصة بلوك فاي كنا عم نمشي بداخل كوريدور، تم كسر هذا الكوريدور، وطبعا من مرحلة التجميع الأخيرة صار عندي عمليات شراء كبيرة، ورجع البيتكوين استقر مرة تانية عند منطقة 16,200. حاليا هدفي هو نرجع لداخل الكوريدور عند منطقة 16,400، ونرجع نتداول داخل هذا النطاق السعري إلى أن يتم كسر منطقة 16,500 اللي هي حاليا عندي اياها مقاومة عنيدة عم يصعب كسرها. طبعا عندي ارتفاع كبير كمان بالدوش كوين أصدقائي. الدوش كوين تكلمنا عليها بالفيديو السابق، وتكلمت انه ممكن عملة الدوش كوين تخترق مقاومة 10 سنت، وهذا اللي صار فعلا. العملة وصلت الى 10 سنت فاصلة 80، وحاليا رجعت انخفضت العملة الى سعر 9 سنت. رجعنا قمنا بعملية شراء على جروب الفي اي بي، وحاليا عم نكمل بالصعود. عندي مربح جيد نوعا ما الى حد الان من 9 سنت الى تقريبا 9 سنت فاصل 70. لحد الان عندي مربح، والعملة مستمرة في الصعود. عندي محاولة اختراق للموفينج افريج 200، وبعدها رح نرجع نتوجه الى منطقة 11 سنت فاصلة 30. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.